تمثل في اعتماد قرار في إطار الفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة. تقدمنا بتنازلات هائلة خلال المفاوضات، لكن بالرغم من ذلك عضو واحد اختار أن يعرقل أي تحرك من المجلس. رسالة اليوم واضحة. أولا، الرسالة للقوى القائمة بالاحتلال، القوى الإسرائيلية: يمكنكم أن تستمروا في إبادتكم الجماعية، يمكنكم أن تستمروا بعقابكم الجماعي ضد الشعب الفلسطيني مع إفلات كامل من العقاب. في هذه القاعة تتمتعون بالحصانة. الرسالة للشعب الفلسطيني: رسالة أخرى واضحة. الأغلبية العظمى من العالم تتضامن مع محنتكم، لكن للأسف من المأساوي أن البعض لا يأبهون بمعاناتكم. سيدتي الرئيسة، علينا أن نسأل أنفسنا اليوم: كبشر، أليس كافيا أن 44,000 من الفلسطينيين قد قتلوا في غزة؟